سنة 1997 وصل للشرطة بلاغ بالعثور على 3 أطفال في الشارع لوحدهم. الشرطة لما وصلوا وعرفوا من الأطفال إنهم كانوا مخطوفين، وبالتالي أول حاجة عملها رجال الشرطة إنهم حاولوا يوصلوا لأهلهم، بس ساعتها اكتشفوا إن اختطاف الأطفال دول أقل كارثة حصلت في اليوم ده. ايه اللي حصل في القضية دي من البداية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض واحنا بنحكي تفاصيل قضيتنا. وقبل ما نبدأ نوروني بالاشتراك في القناة وتصلوا على النبي في كومنت واستعدوا لتفاصيل قضيتنا. في مقاطعة بيكون في جورجيا، بالتحديد يوم 4 ديسمبر سنة 1997 الساعة 5 الفجر، مزارع شاف بنت صغيرة بتجري جنب مزرعته. لما قرب منها البنت كانت لابسة بيجامة النوم وفي حالة رعب مش طبيعية. المزارع وقتها طمنها وفهمها إنه عايز يساعدها. ساعتها اتفاجئ بإنها بتنادي على اخواتها وبتطلب منهم يخرجوا من مخابئهم. المزارع اتفاجئ بإنهم 3 بنات صغيرين في المكان المهجور ده لوحدهم. طبعا سألهم عن عنوانهم وعن سبب وجودهم في الوقت ده جنب مزرعته. البنت الكبيرة قالت له إنها أمبر دانيلز، والبنات اللي معاها إخواتها الصغيرين وبيسكنوا مع عائلتهم في سانتا كلوز. ومن كتر الصدمة اللي كانت فيها البنت ما قدرتش تقول حاجة أكتر من كده. المسافة ما بين سانتا كلوز وما بين مقاطعة بيكون حوالي 50 ميل، وبالتالي فهم المزارع إن البنات دول أكيد في مشكلة، وبسرعة بلغ الشرطة. وبعد ما وصلوا رجال الشرطة للمزرعة اللي في بيكون أخدوا البنات لمركز الشرطة وسألوهم عن أسمائهم وعناوينهم. ونائب المأمور مايك هارلاند راح للعنوان اللي قالوا عليه البنات علشان يبلغ أهلهم بالعثور عليهم. بس النائب مايك لما وصل لبيت البنات لاحظ إن البيت هادي زيادة عن اللزوم وكأنه فاضي تماما، وكمان لقى الباب مفتوح. ولما حاول ينادي ويعرف أصحاب البيت إنه موجود محدش رد عليه، وبالتالي دخل للبيت علشان يعرف فيه إيه. النائب مايك أول ما دخل البيت رن إنذار الأمان، وفجأة سمع صوت طفل بيعيط، فحاول يدور بعينه على مكان الطفل ده وفعلا شافه تحت الترابيزة. الولد كان بيحاول يكتم صوت عياطه ويشاور من بعيد للنائب على أوضة النوم. النائب مايك اتحرك بالراحة وبهدوء لحد ما وصل لأوضة النوم، وأول ما فتح الباب اكتشف جثمان لبنت في سن المراهقة على الأرض مقتولة، وكمان راجل وامرأة مقتولين على السرير، وجنبهم على سرير الأطفال طفل صغير بيعيط بهدوء. النائب مايك وقتها راح يفتش باقي البيت واكتشف في غرفة تانية طفل صغير مقتول على سريره. وقتها طبعا النائب طلب الدعم من الشرطة وبلغ بالكارثة اللي حصلت في بيت دانيلز، وبعدها أخذ الطفلين اللي موجودين في البيت وخرج. في الوقت ده رجال الشرطة اتوجهوا بسرعة لبيت دانيلز وبدأوا بالتفتيش وجمع الأدلة ومحاولة معرفة اللي حصل. وفي نفس الوقت المحققين في مركز شرطة بيكون كانوا بدأوا تحقيق مع البنت الكبيرة اللي هي أمبر علشان يفهموا منها إيه اللي حصل في البيت. أمبر وقتها قالت إن المسؤول عن كل ده شخص اسمه جيري سكوت هايدلر. مين جيري سكوت؟ اللي اتسمى إعلاميا باسم قاتل سانتا كلوز. ده اللي هنعرفه مع بعض وإحنا بنحكي قصة عائلة دانيلز. كيم والدة أمبر انفصلت عن زوجها بعد ما كان عندهم 3 بنات، أكبرهم كانت أمبر. في الوقت ده الأم العازبة لجأت لإدمان الكحول ووصلت لمرحلة إنها ما بقتش تقدر تعتني بأطفالها، وبالتالي دخلت الأم مركز للتأهيل والبنات دخلوا دار للرعاية. كيم وقتها حست قد إيه هي ظلمت نفسها وبناتها ببعدها عنهم، وقررت تتعافى بسرعة وترجع لهم. في الأثناء دي كيم اتعرفت على راجل عازب معاها في المركز. الراجل ده كان هو داني دانيلز، كان برضه مصمم يتعافى علشان بنته جيسيكا اللي كانت في سن مراهقة ومحتاجاله. علاقة كيم وداني اتحولت لإعجاب وحب، وده شجعهم يتعافوا أسرع. وفي سنة 1995 اتعافت كيم وخرجت هي وداني من المركز واتجوزوا.
ودور الرعاية سمح للبنات إنهم يرجعوا يعيشوا مع والدتهم، وجيسيكا بنت داني عاشت معاهم. كيم وداني كانوا حاسين إنهم لازم يعوضوا ولادهم عن الفترة اللي سابوهم فيها، وقدموا لهم اهتمام كبير، وفكروا إنهم يهتموا كمان بالأطفال اليتامى اللي محتاجين للرعاية، وفتحوا أبوابهم لأي طفل محتاج اهتمام ورعاية. أمبر وإخواتها وجيسيكا ما كانوش بيتضايقوا أبدا من الأطفال اللي كانوا بيترددوا على بيتهم، بالعكس كانوا شايفين إن دي فرصة كويسة جدا إنهم يلاقوا أطفال يلعبوا معاهم. ومن ضمن الأطفال اللي عاشوا في بيت دانيلز فترة بنت اسمها جوان، ودي كانت صديقة لأمبر بحكم قرب السن بينهم. والدة جوان كانت بتيجي تزورها كل فترة، وبيكون معاها ابنها سكوت. في الأثناء دي سكوت كان عنده 18 سنة، وكان لما بيشوف أمبر وجوان بيلعب معاهم وبيهتم بيهم، وأمبر ما كانتش بتتضايق منه، وأهلها كمان كانوا بيسمحوا له يزور أخته جوان حتى لو والدته مش معاه. وبعد فترة من إقامة جوان مع عيلة دانيلز رجعت تاني تعيش مع والدتها، وبالتالي سكوت ما بقاش بيزور عيلة دانيلز، وأمبر ما شافتهوش تاني غير بعدها بسنتين في بيتها، بالتحديد يوم الحادثة. بتقول أمبر إن وقتها كان عمرها 10 سنين، واتفاجئت إن سكوت في أوضتها بيصحيها من النوم، وطلب منها تخرج معاه بسرعة هي وإخواتها البنات، وعرفها إن والدتها ووالدها خرجوا من البيت وهم رايحين لهم. بحكم سن أمبر الصغير ولأنها عارفة سكوت، للأسف صدقته وخرجت معاه. بس وهي خارجة لاحظت أخوها مستخبي تحت الترابيزة، ولما قالت له إن أخوها موجود في البيت عرفها إن والدتها هي اللي هترجع تاخده. مشت أمبر وإخواتها مع سكوت وركبوا عربيته، ومشى بيهم مسافة كبيرة جدا، وفجأة وقف على جسر ونزل رمى البندقية اللي معاه في المية، وبعدها ركب العربية ومشى بيها. وقتها أمبر بدأت تخاف من الطريق واللي بيحصل، ولما سألت سكوت هم رايحين فين ظهر على حقيقته، واختفت طيبته وبدأ يزعق، وطلب منها تسكت بدل ما يقتلها هي واخواتها. طبعا أمبر سكتت وحضنت اخواتها، وبالنسبة لسكوت فضل ماشي بالعربية كتير وكأنه مش عارف هيروح فين، لحد ما في الآخر وصل لمكان شبه مهجور والدنيا كانت ضلمة جدا، ونزل البنات من العربية وطلب منهم ما يتحركوش لحد ما يرجع لهم، وتحرك سكوت بعربيته. وأول ما اختفى عن نظرهم أمبر طلبت من اخواتها يجروا بأقصى سرعة ليهم، وفضلوا يجروا لحد ما فجأة شافوا نور عربية بتقرب منهم وافتكروها عربية سكوت. ساعتها أمبر قالت لاخواتها يستخبوا وما يطلعوش مهما حصل، ووقفت هي علشان تواجه سكوت لوحدها، بس اكتشفت إن ده مزارع صاحب مزرعة قريبة منهم، ولما عرفت إنه هيساعدها قالت لاخواتها يخرجوا، وبعدها المزارع طلب الشرطة. ده الكلام اللي أمبر قالته في تحقيق الشرطة بعد ما قالت اسم جاري سكوت. طبعا المحققين وقتها دوروا في قاعدة بياناتهم عن سكوت، وللحظ لقوا بياناته عندهم لأنه اتقبض عليه قبل كده لأنه كان ماشي من غير إثبات شخصية. فالمحققين حطوا صورة سكوت وسط صور مجرمين قريبين من شكله، وعرضوا الصور دي على أمبر، وقدرت بسهولة إنها تتعرف عليه. وفي نفس الوقت صدر تقرير الطب الشرعي واللي أثبت إن الحمض النووي لجيري سكوت موجود في بيت دانيلز، وكمان بصماته موجودة على الشباك الخلفي للبيت، وحددوا ميعاد دخوله للبيت واللي كانت تقريبا الساعة 1 صباحا. طبعا المحققين كده اتأكدوا إن جيري سكوت هو مرتكب الجريمة، وبدأت الشرطة في بحث مكثف عن سكوت، واستخدموا كل إمكانياتهم علشان يحددوا مكانه، وأخيرا عرفوا إنه في بالما عند والدته، واكتشفوا إنه مستخبي في قبو تحت الأرض موجود في جنينة بيت والدته. طبعا اتقبض عليه وتوجه له 4 تهم قتل و3 تهم خطف تحت تهديد السلاح. سكوت وقتها ما قاومش الشرطة واعترف بجريمته، وقال إن يوم الحادثة راح لبيت دانيلز الساعة 1 صباحا وتسلل للبيت من الشباك الخلفي، ودخل لأوضة جيسيكا بهدف الاعتداء عليها، لكن هي قاومته وهربت منه لأوضة والدها. ساعتها هو خرج من الأوضة وراح لمكان خزنة داني وأخد بندقيته وقتل بيها جيسيكا وداني وكيم، ودخل لأوضة ابنهم بالتبني وقتله.
ساعتها الذخيرة خلصت واضطر إنه ياخد البنات ويهرب، وفكر إنه يقتلهم هما كمان علشان محدش يبلغ عنه، بس للأسف هربوا منه. سكوت قال إن الجريمة دي عدت عليه زي الحلم، ولحد دلوقتي مش مستوعب اللي حصل. طبعا تم حبس سكوت وبدأت محاكمته في 30 أغسطس سنة 1999، وفي 2 ديسمبر هيئة المحلفين أدانوا جاري سكوت وتم الحكم عليه بالإعدام. تفاصيل القضية دي حكيتها أمبر بنفسها لما كبرت، وقالت إنها عانت نفسيا من اللي حصل ده لسنين، والحاجة الوحيدة اللي خلتها تتوازن نفسيا هي قصة والدتها وإزاي هي قاومت الإدمان علشانها هي وإخواتها. أمبر النهاردة وقررت تعتني بابنها وتهتم بيه زي ما والدتها كانت بتتمنى تعمل معاهم. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، واتمنى أعرف رأيكم في القضية، واشوفكم على خير